صباح الخير والهنا والسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا تستحقوها. يعني مش عارفة اقول ايه، بس باين عليا انا فرحانة ازاي اني رجعت. وحشني قوي قوي الفيديوهات، وحشتني والكومنتات وحشتني. بصوا يعني انا عارفة ان انا يعني لما قلت ان انا هنزل الفيديو انا مبسوطة ان انتوا فرحتوا. ويعني الخطوة دي بقالي كتير بحاول اعملها، بس يعني ما علينا عشان اتكلم في القديم. ان شاء الله دي تبقى ليها فيديوهات تانية. بس اهم حاجة دلوقتي اني لما جيت اراجع السنة اللي فاتت البلان بتاعتي والخطة بتاعتي اللي انا كنت عايزة احققها، الحمد لله لقيت ان حوالي 80% من الحاجات اللي انا كنت محققة يعني متارجته لها للسنة اللي فاتت الحمد لله اتحققت السنة دي. عشان كده قلت اقرر ان انا اعمل لكم فيديو. الطريقه اللي انا ماشيه عليها دي ماشيه عليها من زمان جدا، لاني انا بعشق الكتابه، بعشق ان اقعد اكتب حتى لو هكتب الافكار بس اللي في دماغي. فلما كل سنه على التانية بكتشف حاجه جديده، بعرف حاجه جديده، بسمع معلومه جديده. فلما يعني خلاصه كل السنين دي ممكن مثلا احقق 50%، احقق 60% من الحاجات اللي انا مترجطاها. بس السنه دي فعلا كانت اكبر نسبه، واكتر الحاجات الكبيره اللي انا كنت عايزه اعملها الحمد لله بدات اعملها. فعشان كده هشارككم معايا كل الطريقه بالتفصيل الممل، وهقول لكم اول حاجه انا خططت لها. انا بقالي كتير ما وقفتش قدام حاجه، فيعني ايه زوروني بقى. آه، اول حاجه انا حققتها وهقولها لكم اخر الفيديو. المهم عشان عايزه اخد رايكم فيها بجد يعني، فاستنوا لاخر الفيديو وقولوا لي رايكم في الاخر. المهم ان الفيديو ده هيقول لكم الحاجات كلها باختصار بالظبط اللي تعملوها علشان تعملوا بلان صح، تحققوا فيها اللي انتوا عايزينه. لان انا عارفه ان احنا كل سنه بنكتب كل الحاجات اللي احنا عايزينها في حياتنا في سنه. يعني هحقق هيبقى معايا 5 مليون جنيه في سنه. ان شاء الله يجيلكوا 5 مليون جنيه في سنه، بس انا اقصد يعني الطموحات الاوفر دي اللي احنا المفروض نحققها من مدار حياتنا بنبقى عايزين نحققها في سنه. وده منطقي لان البني ادم عايز ده طول الوقت. بس يعني ايه، خلينا اشارككم الحاجات اللي انا عملتها عشان اتجنب الغلطات دي، واني ما احطش بلان كبيره قوي عليا ومعرفش تبهوأ مني ومعرفش احلها ومعرفش اصلا اتعامل معاها وما انتظمش اسبوعين وخلاص الموضوع انتهى على كده. اول حاجه يعني هي حاجه منطقيه بس احنا بننسى نعملها، هي ان اولا نستعين بالله. يعني حط قدامك ان انا كل الحاجات اللي هكتبها دي وكل الحاجات اللي انا هقولها ربنا اللي رايد، لو رايد هو اللي هيخليني احققها، وهي بشطارة يعني مش بشطارتي، هو بتوفيقه. حط قدامك ان انا يا رب انا بعمل كل ده وبخطط لسنة جديدة، بس يعني كل اللي بعمله ان انا بدعيك ان انت توفقني في ده، عشان بركة ربنا في الحاجة دي انت مش هتبقى متخيل هي بتبقى ازاي ولا بأني طريقة. حاجات كتير فعلا دي مش عارف انا اوصفها غير لما انت تحسها. فاستعين بالله كده ان السنه الجديده دي اصلا معموله وانت عارف ان كل اللي انت هتكتبه ده ملوش 30 لازمه لو ربنا ما اردش ان انت تحققه. تاني حاجه وهي حاجه انا شاركتكم فيها في ريلز، وعلى فكره اللي عمال يسال عليا وبتاع، طب انتوا مش متابعيني على انستجرام اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ بنزل على الانستجرام طول الوقت، ورحنا حالات مع بعض وسافرنا ورحنا كل حته. هتلاقوا اللينك بتاع الانستجرام بتاعي بتاعي والفيسبوك والجروب حتى تلاقوه تحت الفيديو. انزلوا اعملوا لي فولو، هتلاقوا حاجات كتير قوي هتعجبكم. وبنزل كل الحاجات بقى اللي انتوا عايزينها، الافكار والحاجات دي كلها باخدها اصلا من انستجرام عشان اعملها هنا على اليوتيوب، فهتستفادوا كتير. فانا كنت منزله ريل عليها، ما كانش حد فاهم انا بعمل كده ليه. اول حاجه او يعني احنا خلاص استعنا بالله. تاني حاجه ان احنا نشتري حاجه جديده بقى تحمسنا اصلا ان احنا نكتب او ان احنا نخطط او نعمل بلان لينا لحياتنا. انا عملت ايه؟ انا رحت جبت بتاعه مفكره، عملت لكم ريل، وعلى فكره نزلته هنا على اليوتيوب برضه. رحت جبت بتاعه مفكره، غرمت، بس يعني انت مش لازم تغرم كل الغرامه دي. انا جايباها عشان بكتب فيها السكريبتات، وانا كانت النوته بتاعتي اصلا خلصت، فكنت عايزه اجيبها علشان اشجع نفسي ان انا ارجع انزل فيديوهات جديده واكتب سكريبتات وكده. فمش لازم تجيبوا دي، هاتوا اي كشكول، اي كراسه، اي حاجه، ما تقعدوش تقولوا لازم كل حاجه تبقى بيرفكت قوي. دي حاجه هتعالج منها السنه دي ان شاء الله. فالحوار كله ان انت هي اجندة، اي حاجة صغيرة اي حاجة كبيرة ايا كان هاتها وابدأ اكتب. انا بحب اوي اجيب اقلام جديدة، بعشق الاقلام، فبحب اجيب قلم جديد
مش عارفه القلم وصل لكام دلوقتي، بس يعني هات قلم جديد واي كراسه. حلو كده، يعني ما اعتقدش ان هي مفيش حد مش قادر يجيب كراسه صغننه كده. ماشي طيب. ليه بنعمل الخطوه دي؟ عشان احنا بنبتدي سنه جديده، فلما بنبقى عايزين نعمل حاجه جديده بنحاول نحمس نفسنا ان في حاجه جديده بقى واحنا بادئين. عارفين انتوا الحته بتاعت ان احنا مثلا بنيجي ناخد دش مثلا، فنحس ان احنا هنبدا حياه جديده. عارفين انتوا الاحلام بتاعت العصاري دي، نبدا حياه جديده بقى وكلها جيم ورياضه ونصحى الصبح بدري ونصحى الفجر عارفين انتوا الجو ده؟ يعني هي بتبقى كده، هي بتبقى بدايه جديده. طيب تالت حاجه، وعلى فكره حوار مش تافه، ها بيفرق. تالت حاجه وهي ان انت كل الحاجات اللي في دماغنا دي طول ما هي في دماغنا، طول ما هي ما اتحطتش قدامنا بنفضل شايلين همها. بمعنى ان انت كل الحاجات اللي حرفيا كل تفصيله نفسك تعملها اكتبها في ورقه. هات ورقه كده، هات ورقه حتى فلوسكاب، ورقه A4، اي حاجه، واكتب اللي انت عايزه. لو عايز تنزل تجيب كيس جبنه من علبه جبنه من السوبر ماركت، اكتبها. الحاجات اللي في دماغك دي لازم تتفضى عشان تحس ان دماغك رايقه وتعرف تفكر على نظافه. بنمسح دماغنا دي كلها من كل الحاجات الوحشه اللي حصلت ونبدا نضيف حاجات جديده. اكتب كل حاجه، اكتب كل تفصيله، يعني اكتب كل الاهداف واكتب كل الحاجات اللي نفسك فيها في حياتك عامه كلها. حلو كده. بعد ما تكتب كل حاجه هات مثلا ورقه وقلم لو ينفع يعني، واكتبوا ورايا اللي انا هقول لكم عليه. بعد ما تكتب كل الحاجات دي كلها هتلاقي حاجات كتير قوي قوي. بعد ما تلاقيهم كلهم حاول تفلترهم. يعني في حاجات هتبقى يعني ايه مش قوي، يعني لو انا بكتب بس عشان يعني تبقى افرغ دماغي من كل حاجه. في حاجات هتبقى اللي هو لا انا مش عايزها قوي، او دي حاجه تافهه، او حاجه انا اصلا يعني انا بفكر فيها ليه. فلتر بس كده، شوف هتلاقي في حاجات كتير قوي ملهاش لازمه يعني. وحط بس الحاجات الهايلايت كده، ان الحاجات دي هي الاهداف اللي انا عايزه فعلا السنه دي، عايزه احققها السنه دي. بعد كده المرحله اللي بعدها بنبدا نقسم الاهداف دي كلها بقى لكاتيجوري، او مش عارفه اقولها ازاي، بنقسمها لفئات. تمام، يعني الفئات. فئات يعني ايه؟ يعني مثلا انت مثلا عايز تاكل اكل صحي، دي حاجه صحيه في حياتك الصحيه. عايز تخس، حياتك الصحيه. عايز تروح جيم، دي حياتك الصحيه. عايز مثلا تقرا، دي حاجة في تطوير ذاتك انت، يعني انت بتطور نفسك. في حاجة مثلا للشغل، الكارير بتاعك، بتطور شغلك، دي حاجات في الكارير بتاعك او في شغلك. في حاجات مثلا حاجة انت اصلا عايز تتعلمها، عايز تتعلم لغة جديدة، دي طبعا تطوير الذات برضو، بس اقصد حاجة يعني حاجة لازم تتعلمها، دي ضرورية. الانجليزي، ان انت عايز تتعلم برامج، عايز تروح تاخد كورسات، الحاجات دي كلها هتبدأ تقسمها. انا بقسمها ايه؟ انا هقول لكم تقسيمتي وانتم ممكن تقسموا اكتر من كده. انا بقسمها لكاريري، ولتطوير نفسي، ولصحة، لاني صحتي زي الزفت الحمد لله اكتشفت كده يعني. بس لصحتي هنا في البيت، لو انا في حاجة عايزة ازودها، حاجة ما بعرفش اعملها عايزة اعملها كده. وديني، الصلاة، وان انا عايزة انتظم. الناس بتبقى مثلا عايزة تنتظم على الصلاة، الورد بتاع القرآن، الصيام، الحاجات دي كلها دي دينك. واخر حاجة وهي حاجة بالنسبة لي مهمة، اللي هو السكين كير، او القسم بتاع الروتين بتاعي، او الحاجات اللي انا عايزة ازودها، او الحاجات اللي انا بكسل اعملها ولازم اعملها، حاجات كده. دول 6 حاجات او 5 حاجات، 5 او 6 حاجات، دي حاجات مهمة بالنسبة لي. انت ممكن تزود، ممكن تقلل، يعني حسب انت برضو الدنيا ماشية معاك ازاي. طيب احنا لما بنيجي نكتب كل الحاجات اللي في دماغنا في الورقه في الخطوه اللي قبلها، بنكتب الحاجات بعشوائيه. يعني مثلا عايزه اخس، دي اكتر حاجه هتبقى رجاله وستات بيقولوها، كلنا عايزين نخس بس يعني لازم نحدد احنا عايزين ايه من الخسسان ده. يعني ايه؟ لازم بعد ما انا احدد الهدف بتاعي، الحاجه الكبيره اللي انا عايزها، افرحها. انا عارفه ان الكلام ممكن يبقى يعني صعب شويه، بس هو سهل جدا والله، انا بحاول ابسطه بس. لو عايزين نعمل ده كله بورقه وقلم، واقول لكم بالظبط تفاصيل التفاصيل، انا بكتب يعني اهو بصوا، يعني الدنيا يا رب تبقى بس باينه. كل حاجه كاتباها حرفيا. لو عايزيني بالورقه والقلم هعمل لكم كده، بس انا ما عملتش كده. الهدف هقول لكم ليه في اخر الفيديو. فنرجع تاني، الهدف الرئيسي هندي مثال، عايزه اخس. طيب عايزه اخس دي في خطوات تحتها عشان اوصل لعايزه اخس. اول حاجه انا عايزه اخس كام كيلو، بسيطه اهي.
بنشوف التارجت بتاعنا كام كيلو. طب حطينا احنا عايزين نخس كام كيلو. طيب عشان اخس الكام كيلو ده انا بقسمها الاسئله اللي هو عشان ايه اللي يخليني اخس 10 كيلو ولا 15 كيلو ولا 20 كيلو. اني مثلا اكل صحي، اني مثلا اروح الجيم، العب رياضه، ايا كان، امشي، ايا كان، ان انا مثلا اقطع السكريات خالص، ان انا اقلل النشويات خالص، مش الحاجات دي كلها ببدا بقى اقسمهم لخطوات. يعني مثلا 3 4 خطوات، ما بكترش على نفسي كتير برضو، ان انا ده اللي هيوصلني للهدف الكبير. ليه بقول كده؟ لان احنا بنعتبر ان السنه دي احنا المفروض بعد ما نكتب كل الحاجات دي، كل الحاجات اللي في دماغنا دي، المفروض بعد ما نكتبها هنحققها في شهر. احنا 12 شهر. لازم لما نيجي نكتب الاهداف بتاعتنا نفهم ان دي هتتحقق على 12 شهر. يعني انت مش هينفع تيجي الشهر الجاي تقول ان انا خلصت كل الحاجات اللي انا عايزها او كل الحاجات اللي انا اتمنيتها. دي بتتحقق على مدار 12 شهر. فعشان كده لازم تقسمها، لازم تقسمها لخطوات، مش لازم كل حاجة تتاخد. مفيش حد هيبقى منتظم في الجيم وبياكل اكل صحي طول عمره وفجأة، يعني احنا كل ده احنا بنقول احنا اصلا ما بناكلش اكل صحي اصلا ولا بنايل عقلنا. لا، احنا بنبدأ من اول وجديد. فاحنا عايزين بقى ناكل اكل صحي ونروح الجيم ونقطع سكر ونصوم ونعمل كل الحاجات دي. منين يعني؟ من فين الطاقة اللي تعمل كل ده؟ فاحنا عشان كده بنقسمها لخطوات. بعد ما بنقسمها بقى الخطوات دي بنبدأ نعمل كده في كل الحاجات اللي انا قلت عليها او كل الاهداف. انا خلاص جبت اهدافي، قسمتها لفئات، الحاجات اللي انا عايزها، الاهمية بتاعتها، والاهداف دي قسمتها لخطوات. لو مثلا عايزة اقرا، طيب ممكن اكتب كل الكتب اللي مثلا انا عايزة اقراها. ممكن اكتب طب انا عايزة اقرا كل الكتب دي، هقرا الكتب دي ازاي. كل الحاجات دي كلها بتبدأ واحدة واحدة تقسمها خطوات تحت التايتل او تحت الهايلايت اللي انت حاطه للهدف بتاعك، ايا كان عدد الخطوات. فانا لما بعمل كده بفهم نفسي ان الحوار سهل وفي خطوات، عشان انا اول ما اخلص خطوة هدخل على الخطوة اللي بعدها. طيب رابع حاجة بقى، ودي مهمة جدا جدا جدا، ودي اهم حاجة، وعارفة ان انا هقولها وفي ناس مش هيعملوها، وهي دي اللي هتخليك ما تعملش اي حاجة وكل ده هيترمي في الزبالة. ان انت تحدد الهدف. يعني انا مثلا عندي شهر واحد، هحدد اولوية ان انا مثلا عايز انتظم مثلا على الصلاة، ان انا عايز اصوم، ان انا عايز اروح الجيم، ان انا عايز اطور نفسي، ان انا عايز اتعلم كورس انجليش، ايا كان انت عايز ايه. الخطوات بتاعتها دي مثلا هتلاقيها 4 5 خطوات، صح كده؟ طيب ممكن تاخد منهم، انت هتاخد هدف واحد في الشهر او 2 بالكتير، مع ان انا ما بفضلش 2 دي، لان انت هتيجي في الاول تخستع ومتبقاش قادر. هدف واحد بس، هدف واحد بس، ان انا اروح الجيم، او ان انا اقطع سكر لو انا صحي، ان انا عايزه اكل صحي وحاجات كده، ان انا اقطع سكر، او ان انا اقلل نشويات، او ان انا امشي كل يوم ساعه مثلا. هي خطوات احنا قسمناهم مع بعض، هناخد خطوه واحده، خطوه واحده ونعملها بس. ممكن نزود خطوه تانية ماشي، بس اكتر من كده انت بتعمل عادة. خلي هدفك ان انت تكون عادة، ان دي تبقى حاجة اسلوب حياتك في كل حاجة، سواء هتقرا، سواء ان انت بتاخد كورسات على اليوتيوب، سواء انت عايز تروح كورس. كل الحاجات دي مش تيجي فجأة، كل الحاجات دي عايزة تبقى روتين. احلى حاجة في الدنيا ان انت تغير الروتين بتاعك، رغم ان هي اصعب حاجة. ان انت تغير الروتين بتاعك هتلاقي ان كل حاجه بتتعمل بعد كده بسهوله جدا. ان انت بقيت بتاكل صحي من غير ما تحس ان انت بتاكل صحي، ان انت حبيت الاكل الصحي فبقيت بتخس بسهوله، اصلا ما عندكش الموضوع ده. فلما تيجي تمنع مثلا ان انت منعت سكر، فتيجي تاكل اكل صحي تلاقي ان انت اصلا الاكل الصحي في نشويات وحاجات كتير، بس السكر اصلا انا منعه، في الموضوع اسهل. نفس الحاجات في كل حاجه. يعني انا بقول لكم مثال صغير جدا لان ده اكتر هدف شفته ان هو الناس عايزاه تحققه يعني. الحاجات دي كلها بحاول على قد ما اقدر انا ذات نفسي اعملها. على فكره يعني في اهداف كتير قوي غير ده بحاول انا اعملها. فنفس الحوار في مثلا عايز اعلم كورس انجليش. طب انا عايز اتعلم انجليش، طب انا المفروض الانجليش ده اخده ازاي، اخد كورسات ازاي، طب ايه الكورسات اللي المفروض اخدها، طب هاخد مع مين، طب المكان فين. الحاجات دي كلها لما بتحطها قدامك كده بتبقى عارف انت المفروض تعمل ايه في اول السنه. مش لازم اعمل كل الحاجات دي مره واحده. اهم حاجه بقى في كل ده ان انت حتى لما تيجي تاخد مثلا حاجه ساذجه، حاجه واحده، ان انت تاخدها بسذاجه. يعني ايه اخدها بسذاجه؟ يعني انا مثلا هقطع السكر. بالمناسبه انا بحاول اقطع السكر اصلا، يعني عشان
حاجه، او يمكن عشان دي حاجه شغلاني قوي، فانا بحاول عشان انا بالنسبه لي ده سم، رغم اني مش قادره اعمل كده طول الوقت، بس بحاول يعني، المحاوله مش وحشه. بس بقول لكم حاجه اشارككم فيها يعني. انت لو عايز تقطع السكر ما تجيش تقول لي ان عايزه اقطع السكر لمده طول حياتي، ما هو انت مش هتعرف. مش هتعرف والله، هتكتئب. قول هبدا اقطعه لمده 10 ايام، لمده 14 يوم، وشوف جسمك هيقولك ايه اصلا. ده يعني دي حاجات ساذجه، يعني حاجات انا هقطع 14 يوم. صعبه شويه في الاول، بس يعني عادي. لو عايزه مثلا اكون عاده القرايه، هقرا. انا كنت بعمل كده في موضوع القرايه ونفع مني معايا جدا جدا. انا هقرا 3 سطور بس، 3 سطور. متخيلين 3 سطور؟ ايه اللي بيحصل لما بتبقى كل يوم ان انا هقرا 3 سطور بس؟ ايه اللي بيحصل؟ اوقات كتير ان انا لما كنت باجي اقول كده بروح الاقي نفسي سرحت وخلصت مثلا 4-5 صفحة، والوقت اللي انا مبقاش قادرة فيه اقرا وبقول لا ما هم 3 سطور، ده 3 سطور هبل يعني، بقرا ال3 سطور واقفل. بس كونت لي العادة، كونت لي ان انا ما ينفعش يعدي عليا يوم الا لما اقرا حاجة. بقيت متعودة على ده. فاهمين اقصد ايه؟ السذاجة، ان حاجة ساذجة. على فكرة حتى طفل مثلا لو حد عايز يبقى عنده ورد قرآن، في الاول ابتديها انا هقرا 3 ايات. يا جماعة انا بقول لكم حاجات انا عارفة ان انتوا هتقولوا ايه الهبل ده، قولوا انا هقرا 3 ايات بس. لو حد ما بيقراش قرآن خالص، قول انا هقرا كل يوم 3 ايات بس، وادعيلي. وادعيلي والله، هتلاقي الموضوع فوق ما انت متخيل. ويعني ده مش هيجي غير بالتجربة. جرب ان انت كل يوم تقول انا هقرا 3 ايات بس. ده التو دو ليست بتاعتي، ان انا هقرا 3 ايات بس. حد ما عندوش وقت يقرا 3 ايات في اليوم، حد ما عندوش قدرة ان هو يقرا 3 ايات في اليوم، حد لو وهو نايم ما بيقراش 3 ايات في اليوم، محدش. بس يعني ادعوا لي بقى على العادة اللي هتبقى موجودة. قدرت تكمل الصفحة هتقدر، بس انت مش ملزم ان انت تكمل مثلا الصفحة. انت بتحس نفسك انت مش ملزم، فانت لو بتعملها بحب فتبقى عايز تكمل، انت ارتحت فعايز تكمل، وهكذا. ده في القرايه وفي الانجليش وفي كل الحاجات دي، ودي ممكن اصلا نقسمها حاجات مع بعض في فيديوهات بعد كده. حاجه كمان مهمه قوي في موضوع الاهداف ده، او ان انت لو عايز تحدد هدف وتحققه، موضوع ان انا احاول على قد ما اقدر احجم الحاجه بوقت. يعني انا مثلا اقول ان انا هقرا مثلا ال3 سطور دول لمده اسبوعين، لمده شهر، لمدة أسبوع، عشان أنا عارفة أنت هتبقوا حاسينها إن هي قليلة. لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعين. الأسبوعين دول كل يوم بقرا 3 سطور بس. الأسبوعين اللي بعدهم بكتر التلاتة دول، يعني يبقوا مثلا 6 أو يبقوا صفحة حسب أنت وقدرتك، أو أنت تبقى قادر تعمل إيه. بس برضو الحاجة تبقى بالنسبة لك ساذجة، لما تيجي تفتكرها تقول إيه السذاجة دي؟ إيه أنا أعمل كده؟ يعني هيفيد إيه يعني ال3 سطور اللي أنا أعملهم دول؟ هرجع أقول تاني، خلي هدفك إن أنت تحقق الهدف ده، ان هو يكون عادة، مش يكون حاجة انا بعملها لمدة معينة وهتخلص. عادة، انا بغير عاداتي، ودي اصعب حاجة واكتر حاجة بتغير حياة البني ادم 180 درجة. فلما بتحدد له وقت بيبقى بالنسبة لك الموضوع اسهل كتير، ان انت تحقق حاجات كتير قوي، وان انت عارف ان انت ملزم. يعني انا لو قلت مثلا هفضل طول اقرا 3 سطور، ممكن اقعد 3 سطور اقراهم طول حياتي، وده فعلا على اللونج تايم مش هيبقى مثمر قوي زي ما انا بقرا صفحة مثلا. فاهمين اقصد ايه؟ فكل حاجة بالعقل كده، بس حددوا هدف وحددوا وقت. يعني انا ما اقولش مثلا، يعني انا مثلا في موضوع الخسدان ده، لو انا همشي ساعة همشي ساعتين، ايا كان انت هتمشي، لو همشي 5 دقايق ان كان، احنا قلنا هنخليها في سذاجة يعني. ال10 دقايق بيفرقوا على فكرة. بس ما علينا. لو هخلي الهدف بتاعي ده، حاول على قد ما تقدر تحدد له برضو وقت. انا هقعد ده الشهر ده بس، وبعدين هزود. تمام؟ ساعتها هتحس بانجاز، هتحس ان انت يعني ايه، في تطور، مش قاعد ان هو كل حاجه بتعمل نفس الحاجه فانت هتمل. حاجه كمان مهمه قوي قوي وبتفرق قوي، وهي المراجعه كل اسبوع وكل شهر. هات ورقه كده بعد ما يعني الاسبوع خلاص خططت له، عرفت انت الاسبوع ده هتعمل ايه. بعد ما الاسبوع يخلص، انت يعني يستحسن تعمل تو دو ليست. انا اصلا يعني مش قادره والله، مش عارفه، انا مش متخيله لسه برجع اتكلم. هتجيب تو دو ليست، او انتوا لسه في ناس لسه بتتفرج عليا ما عملتليش سبسكرايب، صح؟ انا حاسه والله، قلبي حاسس
في سبسكرايب هنا كده تحت، دوسوا عليه عشان تكملوا الفيديو عادي جدا، مش هيحصل حاجه. ولو الفيديو عجبكم دوسوا لايك. المهم التو ليست دي بتاعتكم هتفرق معاكم جدا ان انتوا تعملوها كل يوم. انا هعمل ايه حتى لو حاجات تافهه جدا، حتى لو انا هنزل اصلا الكليه، فانا كده كده يعني دي حاجه انا بعتبرها انجاز ان الواحد يقوم من على سريره في الدفء في الساعه اللي احنا فيها دي، وان انا مدفيه واقوم انزل الكليه. اكتب ان انت هتنزل الكليه النهارده، يا سلام، وهحضر محاضراتي وبتاع. اكتب الحاجات حتى دي اعتبرها انجاز. فلما تكتب دي كلها هتبقى عارف مثلا ان انا النهارده مثلا ما عرفتش اقرا، النهارده ما اكلت عكيت، النهارده اكلت سكر، النهارده عملت مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها. في حاجه يعني ايه بقولها دايما، ان انت لما بتراجع كل الاسبوع بعد ما الاسبوع ده يخلص، بتعرف مثلا ان انت مثلا النهارده انا ما انتظمتش عشان مثلا خرجت مع صحابي، ان انا مثلا ضعفت قدام حته جاتوه ولا حاجه، ان انا مثلا ما عرفتش اقرا لان انا انشغلت جدا وكنت مثلا تعبان ومش قادر فنمت. هتبقى عارف لما الاسبوع يخلص، هتبقى عارف الايام اللي اتظبطت ليه، والايام اللي باظت منك باظت ليه. ساعتها الاسبوع اللي بعده هتبقى يعني بلا وعي هتبقى بتحاول تقلل من الحاجات اللي خلتك ما تحققش الهدف ده. انت اصلا البني ادم السيكولوجيه بتاعته او هو بيحب النجاح، بيحب يحقق هدفه، وبيحب يجري ورا هدفه، وبيحب يحس انه ناجح. فانت اوتوماتيك اصلا بتحس ان انت يا لهوي انا كل ده هضيعه من ايدي، لا انا انتظم بقى، انا التزم. فاهمين اقصد ايه؟ فحاولوا على قد ما تقدروا تراجعوا كل اسبوع، وكل في النهايه هتبقى عندكم 4 اسابيع، في نهايه الشهر بقى هتبقوا عارفين كويس جدا ايه الحاجات اللي وقفتكم وايه الحاجات اللي ساعدتكم. الحاجات اللي ساعدتكم بتفضل زي ما هي او بتزودوها، والحاجات اللي وقفتكم ان انتم ما تحققوش الهدف ده بترجعوا تحاولوا ان انتوا تشوفوا السبب وتحاولوا تحلوه. لكن انا لو انا ما براجعش، ولو انا ما اعرفش اصلا ايه اللي بيحصل في يومي وايه اللي بيحصل في الاسبوع وايه اللي بيحصل في الشهر، هبقى بعمل حاجه كده اللي هو على الوش، اللي هو مفيش تنظيم، مفيش حاجه تفهمني او تراجعني تقولي اللي انت بتعمليه ده غلط او اللي انت بتعمله ده صح. فاهمين اقصد ايه؟ اخر حاجه وهي مش مهمه خالص لكل الناس بس انا بعملها، ودي مش عارفه هي بتفرق معايا نفسيا فقلت اقولها لكم ممكن تفرق معاكم. دايما في بدايه كل سنه انا عندي نوتة من 2010 او 2011 12، انا مش عارفه هحاول اجيبها لكم، كاتبه فيها مسج ان انا انا اشوفه انا من زمان قوي بعمل الموضوع ده، والله من زمان بجد، ان انا اكني كل الحاجات اللي انا بقى كتبتها دي حددت هدفي فيها وان انا حققتها. كنت بكتب مسج ان انا خلاص حققت كل ده، ان انا مثلا كان عندي مش عارفه ان انا جبت ايه، وان جبتي مثلا اسمه ايه تليفون جديد، جبت بنطلون وبلوزه جديده، كنت برضو هايفه بقى زمان كتافها وبتاع، ان انا مش عارفه هجيب ايه، ان انا هعمل ايه، اني هسوي ايه. بكتب بقى ان هو انا فرحت ان انا جبت الحاجه الفلانيه، وان انا عارفه انه عبط، والله عارفه انه عبط، بس بيفرق جدا. ولما في السنه الجايه بتيجي تقروها بتبقوا مبسوطين بطريقه، انا والله انا عارفه هرجع اقول تاني ان هي تافهه جدا بس ممكن تفرق مع حد. اكتبوا المسج ليكوا كده اكنكم حققتوا الحاجه دي، ان انتوا احساسكم ايه لما انتوا تحققوا كل الحاجات دي، او حتى حاجه ابدعوا براحتكم. بس كده. فانا بحاول على قد ما اقدر افيدكم، على قد ما اقدر يعني اعمل لكم فيديوهات. والسنه دي اول حاجه كتبتها ودي حاجه هشاركها معاكم وشاركتها على الانستجرام جزء منها، اول حاجه قلت هحققها او هحط هدفي فيها ان انا ابطل اخد كل حاجه ان هي لازم تبقى بيرفكت، لازم احقق المثاليه في كل حاجه، بالذات في الشغل. انا مشكلتي في الشغل كده، انا بصور بتليفون، بصور باضاءه الشمس، بصور من غير مايك. انا عارفه ان دي حاجات مش احلى حاجه في الدنيا، بس انا كان عندي مشكله ان انا في افكار كتير في دماغي عايزه احققها وعايزه اعملها. يعني انا الفيديو ده كنتش اصوره، كنتش انزله في ميعاده بسبب ان انا الكاميرا مثلا ما كانتش معايا، دلوقتي المايك مش معايا، قلت لا انا هعمل الحاجه عشان في حاجات كتير. انا بدايتي كانت بتليفون من غير مايك، وكنت بتحبوا الفيديوهات بتاعتي، كنت بعرف اعمل حاجات حلوه، فمش هي دي اللي هتظبط الدنيا. وان مادام الحاجات التانية والكاميرا والاضاءه، وان اقعد اظبط في الاضاءه 3 4 ساعات، انا عارفه ان دي حاجه حلوه جدا، انا ما بقولش اني بكرهها وهتفضل موجوده عادي جدا. انا قلت بس اغير الدنيا، بقالي كتير ما جيتش اتكلمت معاكم، بس حسيت ان انا محتاجه قوي ان انا اقول لنفسي لا، مادام في حاجه ممكن تعمليها بكواليتي اقل
او بطريقه اقل، بس انت عارفه الاضاءه وفاهمه التصوير وفاهمه كل حاجه، وان انا كنت بمنتج مثلا على التليفون، لا مش لازم امنتج على اللاب، عادي يعني ارجع امنتج على التليفون ما دام حاجه سريعه هتفيدكم. اهدى بقى على نفسي كده شويه. وده كان اول حاجه ان انا صورت الفيديو ده، اول حاجه في السنه، يوم 1/1. انتوا مش متخيلين ان انا مبسوطه النهارده قد ايه. انا حاسه ان والله قلت لكم كذا مره لما كنت بقى يعني بيحصل لي مشاكل وما ارجعش، والله انا اكني روحي رجعت لي، لان انا بحبكم وبحب الكومنتات اللي بتكتبوها، وبحب ان انتوا صحابي. يعني انا الانستجرام عندي انا عارفه ان كله صحابي، يعني كلهم بيطمنوا عليا، ولما كنت تعبانه سالتوا عليا. انا عارفه ان انا مقصره شويه، بس والله غصب عني. انا الفتره اللي فاتت دي رغم ان السنه دي فيها حاجات كتير حققتها، بس للاسف في حاجات كتير ما كانتش حلوه، بس والله توفيق ربنا كان بيعدي كل ده. يعني الحمد لله الحمد لله راضيه ومبسوطه وكل حاجه، بس ما كانتش سهله عليا. فعشان كده كان صعب قوي ان انا اطلع اضحك واهزر وكده معاكم. ودي ممكن تتعالج برضو شويه، ان مش لازم ابقى في المود المثالي يعني. انتوا اللي بتحلوا المود ده اصلا. حتى المونتاج في الفيديو ده مش هخليه كتير، انا هتكلم بتلقائيه وهوصل لكم المعلومه زي ما انا عايزه اوصلها لكم. انا مبسوطه جدا والله. لو ما حدش عمل لي سبسكرايب اعملوا سبسكرايب بقى، عايزين نوصل ل100,000 قريب ان شاء الله. ما لحقتش احتفل معاكم بال50,000 و60,000، ما لحقتش، بس يعني ان شاء الله اتعوض في 100,000. آه مش يعني انا مش عايزه اخلص الفيديو، انا هفضل بقى قاعده كده. احنا قاعدين مع بعضينا يا اولاد، عاملين ايه يا اولاد؟ مش هخلص، مش عايزه اقفل الفيديو الصراحه. طيب لازم اقفل الفيديو. في كذا حاجه عايزه اتكلم فيها، معرفش هي اصلا تنفع ولا لا، بس قولوا لي في الكومنتات. ان انا عايزه اعمل سلسله السنه الجديده دي في حاجات اتعلمتها السنه اللي فاتت اصلا، لانها بجد خلتني اكبر 20 سنه حرفيا. انا فهمت المعنى ده كويس قوي. وفي حاجات فشلت فيها، عايزه اشارككم فيها عشان ما تفشلوش فيها. في حاجات نجحت فيها الحمد لله، عايزه اقول لكم عليها، عايزه اشارككم ده عشان لو حد بيعمل نفس الحاجه اللي انا بعملها يمكن يستفاد. ليه لا؟ والسنة دي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب في حاجات كتير قوي بحاول أعملها. أولها وآخرها إن انتوا تستفادوا. أنا عايزاكم تشيروا الفيديو ده، معرفش ليه حاسة إن أنا البداية كده هتبقى حلوة لما تشير الفيديو، إن أنا رجعت هبقى مبسوطة والله، وهيشجعني إن أنا أكمل وإن أنا أعمل الفيديوهات المليون فيديو اللي أنا كاتباله سكريبتات وكاتباله أفكار، بس كنتش قادرة أقوم وأصور. مبسوطة ان انا كنت معاكم، والله ما عايزة اقفل فعلا، انا مش برغي، بس انا بحاول افهمكم انا حاسة بايه، وانا متأكدة انه وصل لانه من قلبي والله. بحبكم جدا جدا. هستنى الكومنتات بقى، لاني اول مرة بجد من ساعة ما بدأت ابقى مستنية الكومنتات كده، لاني حاسة اني بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، فعايزة اشوفكم كلكم. متنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك على الفيديو، والانستجرام والفيسبوك يعني تعالوا، عشان انا ببقى هناك كتير، كل يوم بنزل لكم حاجات وافكار وفيديوهات وحاجات عن مشاريع التخرج، فببقى مبسوطه قوي لما انتوا بتشاركوني ده. اشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله قريب قوي قوي. حسب هتشيروا الفيديو ده ولا لا. وسلام.